السلام عليكم. لجنة انضباط جديدة باتحاد الكرة المصري تضم 5 من القضاة ورؤساء المحاكم السابقين. فقد قام اتحاد الكرة باعتماد اللجنة التي تشكلت من المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل السابق، المستشار شيرين فهمي، المستشار عصام الدين كريم، المستشار إيهاب عبد المطلب، المستشار عزت أبو زيد. ويبدو أن النية تتجه إلى ضبط التصريحات والانفعالات التي تحدث من رؤساء الأندية، حيث صرح الإعلامي أحمد موسى في برنامجه أن ما سبق لن يعود، وأن القادم لن يكون كما سبق من تصريحات وتطاول بعض الشخصيات على بعضهم البعض أو التنمر. وأكد موسى أن هناك قرارات صارمة تنتظر من يتعدى حدوده، وأن من يصرح بتصريحات تثير الرأي العام أو تثير الأندية الأخرى سوف يلقى عقابه وفورا. وأكد أن هذه اللجنة بهذه الشخصيات الحاسمة الصارمة لم تأتي من فراغ، وأن ما أثير في الساحة الرياضية في السنوات والأيام الماضية لن يعود مرة أخرى. وأكد موسى أن بهذه اللجنة التي تشكلت لن يتطاول أحد بعد اليوم، وأنه لن يتعدى أحد حدوده، فلكل متطاول جزاؤه. وأكد موسى أن هذه اللجنة بهذه القامات أتت لكي يعود الانضباط إلى الشارع الرياضي.